السلام عليكم. الأهلي يضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي بعد ما قدر يفوز على الترجي في قلب رادس بنتيجة 3-0. واللي أنا عايز أتكلم فيه، أنا مش هتكلم بقى عن الأهلي وكده، طبعا بنشكر ربنا على النتيجة وعلى الأداء والكلام ده كله، لكن اللي عايز أقف عنده هو كولر. ومش الحلقة مش هتبقى على كولر بس هي الفكرة كلها. أنا عايز أقول كام نقطة سريعة كده عشان نعرف كولر وصل بالأهلي لحد فين عشان يوصل للمرحلة دي. بصراحة مش هاضحك عليكم، بعد ماتش الهلال وماتش سان داونز أنا فقدت الأمل في الأهلي وفي الفرقة كلها وفي الراجل، لأن قلت إن الراجل ده بصراحة مش بتاع أفريقيا، المدرب اللي هو لسه جاي في دوب هياخد مننا دوري وخلاص كده، وواحدة واحدة السنة الجاية أو اللي بعدها هيبتدي يفهم أفريقيا. لكن بصراحة من بعدها هو فاجئني. الراجل بيتعلم من أخطائه بسرعة، ما بيكبرش، غلط في تشكيل بيعدله، كان زمان بيأخر التغيير معروف، لكن هو دلوقتي بقى عارف على طول في مشكلة بيغير، إذا كان بيغير في الملعب التكتيك نفسه أو بيغير اللعيبة. كولر بعد ماتش السان داونز لعب 10 ماتشات، في ال10 ماتشات دول كسب 9 وتعادل 1. الواحد اللي اتعادلناه ده بالمناسبة هو مع الرجاء، يعني مش مع أي كلام فرقة كده أي حاجة، وده معناه إنه بيتعلم من أخطائه. قدر في ال10 ماتشات دول يجيب 23 جول كفرقة، ودخل فينا جون واحد، فده طبعا برضو بالأرقام حاجة ممتعة ومرعبة. قدر يطور اللعيبه على المستوى الفردي والمستوى الفكري، زي حمدي فتحي طبعا لما اتطور معاه جدا في الادوار المركبه اللي بياخدها، وواحد زي مروان عطيه، وقدر يرجع الشناوي لمستواه، وحسين الشحات يفوقه بعد ما كان نزل شويه. وطبعا اهم اتنين فوقهم قدر يفوقهم هم كهربا وبيرسي تاو. كولر اللي ما قدرش او ما حبش يعلق شماعه اصل انتوا ما تعاقدتوليش مع مهاجم كمجلس اداره، فانا ما حدش يسالني في بطولات. الراجل قدر يرجع كهربا الراجل الموقوف 6 شهور ان هو يخليه هداف الفرقه. انتوا متخيلين المشكله من فوق عامله ازاي؟ كهربا لعب 11 ماتش، جاب فيهم حوالي 11 جول، وده رقم مهم جدا. ولو بصيتوا على جوان كهربا مش هتلاقوا فيه جوان مش مؤثره، يعني حتى جون سموحه اللي جابه في اول ما رجع من الايقاف جون نفسيا فرق معاه جدا. خلاه هداف دوري ابطال افريقيا ب5 اهداف. لعيب زي كهربا بقول لكم كان موقوف بقى خلاه هداف دوري ابطال افريقيا ب5 اهداف. بيرسي تاو اللي هو كان عليه علامه استفهام غريبه جدا من كتر الاصابات والمستوى وي وي وي، بغض النظر انا قلت لكم قبل كده ان هو صفقه محترمه جدا، وده بالنسبه لي احسن وينج دخل مصر بتاسس كوره كده وعنده كوره بعد كينو، او دلوقتي ممكن يبقى زي كينو كمان، لعيب بيراميدز طبعا. قدر يستغل زي ما قلت لكم بيرسي تاو من العمق ومن الاطراف، وقدر يخليه هو اللعيب الايقوني عنده، بيعرف يحرك الفرقه كلها ببساطه بالاسيستات بتاعته. من الاخر اللي انا عايز اوصله لكم عشان ما نطولش في موضوع كولر، ان الراجل النهارده لو مشي من الاهلي انت عندك فرقه ليها قوام. يعني مش هنقعد نقول يا لهوي ده هو الراجل اللي كان ماسك الاهلي والاهلي هيتسوح، دي ممكن، لكن هو سايب فرقه واقفه على رجليها. المدرب اللي هيجي من بعده هيجي يشتغل، مش زي ما حصل قبل كده. بقى عنده فرقه، او خلى عندنا فرقه بقى اللي هي ايه، هتهاجم، انا عارف اهاجم بطريقه محترمه جدا وانقل الكوره سريعا جدا 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 عشان اوصل للجول. هلعب بقى اللي هي بلغه الكوره كده بالكلاحه الدفاعيه، بكلح في الملعب زي شمال افريقيا، لعيبه او فرق شمال افريقيا. قدر بيخليك ازاي تعرف تقف في الملعب وتقفل الملعب ازاي، وبتعرف تكسب بالهجمه المرتده او تجيب اجوان بالهجمه المرتده. كولر يا جماعه مدرب محترم جدا، يا ريت يعني يفضل ماشي على النهج ده زي ما بيقولوا. زي ما بقول لكم قدر يعمل من الفسيخ شربات، ان هي دي اللعيبه كانت موجوده السنه اللي فاتت واللي قبلها، زاد عليهم بس مروان عطيه، حتى كريم فؤاد لما فاق جاله صليبي. فعشان كده بقول لكم هو الراجل من الاخر لو مشي هيبقى سايب فرقه محترمه واقفه على رجليها. نيجي بقى لاهم حاجه، موضوع الحلقه اللي انا عايز اتكلم عليه. الموضوع هو المشجع النكدي. ان من امبارح من بعد ما الماتش خلص وانا شايف برضو ناس قاعده بتتكلم، وكوره وده ضاع وده ضيع وده انفراد وده مش لعيب وده ما يستاهلش يلعب في الاهلي. ايه يا قاضي الرخامه دي؟ ما تفرح، يعني انتوا ما تعرفوش تفرحوا. انا بتكلم طبعا الفئه دي. انت يعني عايز انت فاكر ان لعيبه الاهلي دي كمبيوتر او بلاي ستيشن؟ انت حتى انت بتلعب بلاي ستيشن ما بتجيبش كل الفرص. طبعا ازعل على كوره كهربا، وازعل على كوره محمد طاهر، واشتم عبد القادر، واغلط واعمل كل حاجه، لكن ده ما ينسكش اهم حاجه، الانتصار التاريخي اللي انت عملته على الترجي في رادس. الترجي يا جماعه بالاحصائيات والنتائج والتاريخ والبطولات فرقه مش قليله في القاره. افرح يا اخي، افرح افرح ان انت النهارده فرقه زي الترجي اكتر فرقه في دوري ابطال افريقيا انت كسبتها في ارضها 6 مرات، رقم كبير جدا. دي اكتر نتيجه الاهلي عملها في الملاعب التونسيه
او بره ارضه في الملاعب التونسيه نتيجه 3-0، ان ما يدخلش فيه الجون وتكسب 3 في ارض الخصم. افرح ان الاهلي وصل للمره الرابعه على التوالي لنهائي دوري ابطال افريقيا. افرح افرح يا جماعه. خلوا الكآبه دي لناسها، وانت افرح. اعترض زي ما قلت لك على كل الحاجات اللي ضاعت، بس يا نيكا دي افرح. افرح ان انت عندك النهارده ارقام تاريخيه بتتكسر. انت لو قعدت سنه ولا سنتين ولا 5 سنين ولا 10 سنين مش هتعمل النتيجه دي تاني، انك تكسب الترجي في رادس 3-0. ما هو الترجي اصل في واحد يطلع يقول لك ما يا احمد فهمي اصل الفرقه مش قويه واصل مش ترجي. الترجي اللي مش قوي؟ الترجي طالع اول مجموعته، الترجي كسب ماتشات بره ارضه. اصل ما كانش بيلعبوا بجمهور، ولو كانوا بيلعبوا بجمهور كانوا هيخسروا. ممكن تبقى 1 2 أو 3 أو اكتر، الضغط الجمهوري ده يبقى بالسلب عليهم، لكن ده مش معناه ان هو فرقه فاضيه يعني زي ما الناس بتتكلم. افرح افرح كده، بلاش كآبه. ماسكين في الحاجات دي وسايبين التاريخ والانجاز اللي اتعمل. الواحد يقول لك اصل انت بتهول. لا انا ما بهولش، تاني بقولها لك، الترجي مش فرقه صغيره. انت قدرت تكسب الترجي في ارضه وفي وسط ملعبه 3-0. فريق الكل بيعمل له حساب، فحتى اوحش مستوياته زي ما انتوا بتقولوا لا هو صعد اول مجموعه وواصل قبل نهائي. بغض النظر بقى، واحد يجي يقول لك اصل انت هتلاعب بقى سان داونز وهتخسر. كل ماتشات ليها حساب. انت نتيجه امبارح دي تخلي سان داونز ينزل مرعوب منك. هو بيلعب كوره حلوه والكلام ده كله، بس في الاخر انت امبارح وريت له شخصيه البطل، ان انا ممكن اكسب بره وجوه. بكسب الترجي في قلب ملعبه 3-0. نفرح كده يا جماعه ونمشي الدنيا. احنا كفايه علينا مشاكلنا في الحياه والضغوط اللي الواحد فيها، فمش هنيجي كمان بقى يوم ما نكسب اصل كهربا ازاي استلم بالشمال الانفراد بتاع شوط الاول وضيعها، ده ما يستاهلش يبقى مهاجم النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر ما كان تتباصي في الكوره، احمد عبد القادر اصله بيتدلع. كل الحاجات دي كده بتعدي. في مواقف كده افرح بفرقتك، افرح بالمنظر اللي انت فيه. انت ما كسبتش 1-0 وخطفت الماتش، انت كان ممكن تزود النتيجه. بقول لك الترجي بقت اكتر فرقه انت بتكسبها في تاريخ البطوله. اكتر فرقه خسرت من الاهلي على ملعبها هو الترجي التونسي. ده لوحده عنوان يصدم. افرح يا كئيب وما تبوظلناش الدنيا والفرحه. خلي الكآبه لوقتها، هيجي يوم اكيد وهتكتئب وتفتكر الايام دي. لكن دلوقتي افرح بالاهلي والمنظر العام اللي الاهلي بقى فيه، والفكره والشكل العام اللي الاهلي وصل له مع الكوره والتطور اللي هو بقى فيه. بعد كده بفكر في الكآبه دي بعدين، وبلاش كآبه لو سمحت. يلا قلت ادردش معاكم شويه. هو موضوع الحلقه ما كانش كولر، موضوع الحلقه عن المشجع النكدي. بعد اذنك افرح افرح كده واضحك وفاهم افرد وشك شويه. يلا سلام.